السلام عليكم ومرحبا بكم في لمسات فوزية. جبت لكم اليوم وصفة عصير بالقارص والنعناع، ولا موخيطو. بزاف بنين يوالم عيد الأضحى المبارك بأبسط طريقة. راح تحتاجوا فيه غير 2 حبات قارص وشوية نعناع وسكر، وتتحصلوا على عصير بزاف بنين. وقبل ما نبداو الوصفة تاعنا هنقولك حبيبتي، إذا أول مرة تشوفي القناة نقولك تفضلي واشتركي، راح تستفادي بزاف. وأيضا كاين بزاف وصفات، وكاين مشاريع في القناة. رجعوا للفيديوهات اللي قبل، راح تستفادوا بزاف. وبسم الله نبداو الوصفة تاعنا. تحتاجوا هنا 2 حبات إلى 3 حبات ليمون. راح تعصروا هذوك الحبات مليح وتستخرجوا هذاك العصير. العصير هنا يكون مصفى، لازم تنحيو له هذوك الحبيبات والبذور تاعو. راح تعمروا هنا مقدار كوب عصير ليمون. راح تستعملوا هنا الطاس هذا تاع اللي يحضروا به العصير. هنا راح تزيدوا كوب من السكر، سكر حبيبات عادي. وراح تضيفوا هنا كمشة تاع نعناع، هنا حسب الرغبة تقدروا تزيدوا. تغسلوا هذاك النعناع مليح وتنشفوه من الماء وتضيفوه للعصير. هنا راح تزيدوا نصف لتر تاع ماء بارد وتخلطوا جميع المكونات. بعدها تصفيوها. وايضا لتعزيز النكهة تقدروا تستعملوا قشور الليمون او لزاز تاع الليمون، تحطوه في الماء يطلق هذيك الفائدة تاعو ولا النكهة القوية تاعو، وتضيفوه للعصير تاعكم. وهنا إضافة السكر حسب الرغبة، وأيضا الماء تقدروا تضيفوا إذا جاكم حامض، ولا تقدروا تنقصوا كما تحبوا. وهكذا تكونوا تحصلتوا على عصير بأبسط طريقة وأسهل طريقة. في دقائق توجدوه، يبرد القلب وينحي كما نقولوا الغمة، خاصة في عيد الأضحى المبارك. ننصحكم بهذا العصير، أحسن من العصائر المصنعة اللي نشريوها من برا. كما شفتوا هنا تستحقوا غير 2 حبات قارص، سكرها موجود في المنزل، شوية نعناع، وهكذا تحصلتوا على عصير طبيعي بزاف بنين يبرد على القلب. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله. الوصفه تاعنا كملت. ان شاء الله في فيديو قادم، وصفه قادمه ولا فكره قادمه. المهم القناه راهي غنيه بالوصفات، بالافكار، وايضا افكار مشاريع. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.